سؤال أخير جمال، في أقل من دقيقة ونصف، عن الأمور التكتيكية. حتى إن لم يكن ليفربول في أفضل الأحوال، ما هي الخيارات التي قد يعتمدها الريال في التعامل مع فريق يجيد في العادة التحولات السريعة، الضغط العالي، وهذا أمر معروف على الأندية الإنجليزية؟ أظن بأنها واضحة. ليفربول سيكون على أرضه وسيهاجم وسيسعى لأخذ المبادرة، وريال مدريد لن يلعب مدافعا تماما، لكن يمكن أن نقول أن يعود إلى الوراء وأن يترك ليفربول يخرج من قواعده. هذا أمر جيد بالنسبة لريال مدريد، وهذا لا شك بأنه سيكون بمثابة فخ لنادي ليفربول، على اعتبار أن المهاجمين القويين صاحبي السرعة الكبيرة سواء فينيسيوس جونيور أو كيليان مبابي، كلاهما إن ترك 60 مترا على المرمى فإنه بمقدوره أن يقود الكرة وأن ينفرد بالحارس ويسجل. بالتالي سيكون هذا السلاح الفتاك بالنسبة لليفربول، الذي قد يترك شيء من المساحة لريال مدريد حتى لا ينجر تماما. هو أيضا لديه أسلحة فتاكة في الهجومات المرتدة، اللاعبين أصحاب السرعة، وبالتالي سيسعى لاستغلال هذا الجانب أيضا، علما بأن بالنسبة لريال مدريد ماستون توانو مستبعد من هذه المباراة، وبالتالي هناك احتمال أن يلعب برأسي حربة أو بمهاجمين وهما فينيسيوس جونيور ومبابي، على أن يكون الثالث وسط ميدان وهو جود بيلينغهام الذي عاد إلى ما كان عليه في موسمه الأول، هداف آخر يضاف إلى هدافي الفريق.